السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في صحة وسعادة وخير دايما ان شاء الله. التاريخ موجود قدامك على الشاشة، تقدر تتفرج على الفيديو في اي وقت لان الطاقة مفتوحة في اي وقت تقدر تتفرج على الفيديو بتاعك. اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت في كومنت، ان شاء الله برد على الاسئلة. واللي مش مشترك في القناة بليز اشترك في القناة وفعل الجرس للكل عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا كده نشوف القراءة بتاعتك بتقول ايه. خير ان شاء الله. ما تنسينيش بس باللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه، لان اللايك بيساعد الفيديو كتير انه يتشاف باكبر عدد ممكن، فبليز الفيديو محتاج لايك. يلا بينا. طيب بالنسبه للناس المنفصلين، تمام. في رجوع بالنسبه للمنفصلين يا جماعه، بس الرجوع ده فيه مصلحه. الرجوع ده فيه مصلحه. طب الرجوع ده بالنسبة للمنفصلين، هل هما الاتنين المتزوجين بس المنفصلين اللي هما انفصال اذا كان رسمي او انفصال بدون، يعني انه يكون مش رسمي، او انفصال اتنين مبتعدين عن بعض، تمام. طيب في مصلحة ازاي هنا؟ شايفة ان الشخص ده شخص نرجسي ومكابر، وفي نفس الوقت شخصية طفولية، يعني شخص طفولي. هي دي شخصية اللي معاك، مكابر وطفولي، وفي نفس الوقت شخص نرجسي، تمام. ايه الشخص النرجسي؟ دي حاجات كتير في الشخص النرجسي، زي اناني، زي حاجات كتير فيها حب نفس ويعني وشرح كبير اللي مش عارف. ان شاء الله هنبقى يعني اعمل لكم حلقة كده مين هو الشخص النرجسي بالظبط عشان طويل. طيب كمان في اختلاف ما بينكم، افكاره سلبية، يعني في اختلافات ما بينكم والشخصية ديت افكارها سلبية دايما، اذا كان معاك او بالشكل يعني كبير، هو افكاره لنفسه حتى سلبية. اظن ان كون انا كده وضحت لك من الشخص ده اللي انت مبتعد عنه او منفصل عنه، لانها بتكون جزء منكم، مش كل المنفصلين او كل المبتعدين، تمام. فشايفة ان في رجوع ما بينكم. كمان في بقى لو البعض منكم في بلوك، بقى لو في بلوك ما بينك وما بين شخص بالشكل ده، ففي رجوع للشخص ده تاني، البلوك هيتشال وهيكون في رجوع. كمان في للبعض منكم اني في بلوك معمول بسبب علاقة ثلاثية للبعض منكم، يعني البلوك ده اتعمل بسبب ان في طرف ثالث، علاقة ثلاثية انت بعلمي بيها او عندك احساس بيها، تمام. فاحساسك يعني صحيح او بالفعل في علاقة ثلاثية للبعض منكم. بس شايفة ان في لقاء يعني هيكون ما بينكم حدث او لقاء بالصدفة ما بينكم، اذا كان حدث او لقاء هيكون بالصدفة. يعني لو البعض منكم معمول بلوك بسبب ان او بدون سبب، ففي هنا رجوع. طيب لو البعض منكم في علاقة ثلاثية وانت بعلم بيها وابتعد عنك الشخص ده، فالشخص ده هتلتقي بيه بشكل فيه صدفة، او حدث ما بينكم هيكون بالصدفة. يا ريت اكون انا وضحت لكم واحدة واحدة. البعض منكم بقى رفض الرجوع او انه يرفض الرجوع، تمام. في طاقة رفض هنا للبعض تمت او انها هتتم منك انت. الرفض ده بقلة قليلة، انت مش انت اللي رفضت، بقلة قليلة منكم، مش انت اللي رفضت. تمام. طيب بعضكم في هنا بس استنوا قبل ما ندخل للطاقة التانية يا جماعة، ان طاقة الرفض دي موجودة، ويعني اللي عنده طاقة رفض جواه، اني انا مثلا لو انا عندي جوايا فكرة اني مش هرجع لحد ورفضاها، فهو الشخص ده اساسا لا يعود ابدا. يعني شايفة ان الشخص ده مش هيعود عن فترة قريبة او كده، وانك انت ترفض او لا. لو انت عندك الاحساس ده فلا، مش هيجي. تمام. غير كده يبقى ايه الطاقة ان هو هيجيلك. طب نرجع بقى يعني نشوف بقى الطاقة اللي بعد منها. بعضكم في فترة بحث
عن شهرة، عن منصب، عن شيء يخص حاجة زي كده، انت بتبحث عن كده، عن حاجة فيها شهرة، عن حاجة يبقى لك فيها منصب، عن ان شهرة مش شرط تكون سوشيال ميديا والكلام ده، لا. البعض منكم شهرة في شغلك، ان يكون ليك اسم مسمع مسموع، ليك منصب، ليك مركز في حاجة زي كده، هو ده اللي انت عايزه الفترة دي بتبحث عنه. طب لو لا ابحث وان شاء الله ربنا هيوفقك، هتحصل عليه بشكل مفاجئ. تمام، هتحصل على اللي انت عايزه ده لو انت بتبحث عنه بشكل مفاجئ. البعض منكم الحمد لله جالك بشكل مفاجئ. طيب في لقاء عاطفي بدون تخطيط. لقاء عاطفي بدون تخطيط. طب يعني اللقاء ده ما بين شخص انا اعرفه، يعني كان بيني وما بينه علاقة وابتعدنا. طيب كان البعض منكم ملوش علاقة بان شخص تعرفه، اما الايه هيكون في شخص هيكون بينك وما بينه لقاء، هو هيكون عاطفي بينك وما بينه، بس بدون تخطيط منك او منه او اي حاجة، بالصدفة. عارف الحاجات اللي هي اللي بتجيلك كده بالصدفة، جات لك كده بالصدفة. ايوه بالظبط كده، ده حصل او انه يحصل، ومع برج من الابراج اللي انا هذكرها حاليا. برج سرطان، برج ميزان، واحتمال يكون جدي كمان. تمام. البعض جاهز نفسك لمناسبة اذا كانت تخصك او تخص شخص مقرب منك. تمام، الشخص ده مقرب منك، ممكن يكون من العيلة يا هنا، او ممكن يكون شخص مقرب مني بس مش من العيلة. تمام، هو حد من الناس المحيطين. فللبعض منكم في تجهيزات لمناسبة هتجهز لها، او انك جهزت لها، او هتجهز، او بالفعل انت يعني بتجهز ليها. في حاجة للبعض منكم أول مرة تعملها في حياتك، أو إنك أول مرة هتعملها، ولكن هتمدح في نفسك كتير. يعني عارفين انت بالظبط، هتقعد تمدح في نفسك كتير، لأن هتكون منبهر جدا مننا. ايه ده أنا أول مرة أقوم بالتجربة دي، والتجربة دي نجحت، فأنت هتكون منبهر بنفسك، فهتكون بتقعد تمدح في نفسك. وعلى فكرة هتلاقي بعض الاشخاص المحيطين هتمدح فيك، فانت هتكون مبسوط. طب الحاجة دي ممكن تكون لها علاقة مثلا بحاجة لها علاقة بالعمل، لها علاقة بتجربة انت يعني اول مرة تعملها، ممكن طبخة يعني معينة. فيعني حتى لو كانت ابسط حاجة اول مرة تعملها، او انك اول مرة هتعملها وهتكون مبسوط بيها، وهتكون بتمدح فيها نفسك، والكمان المحيطين بيمدحوا فيك. طب بعضكم بتعاني من ألم في الظهر، يعني الألم ده بشكل مستمر للبعض منكم يا جماعة، يعني بشكل مستمر. يعني حتى لو خف عنك هو لما بيجيلك وجع الظهر بيجيلك جامد جدا. تمام، ولما بيزول ما بيزولش خالص، لا هو موجود بس بيكون ضعيف. فكده يكون بشكل مستمر، يعني هو كده هيكون بشكل مستمر. تمام، ففي شيء زي دوت، فمحتاج منك انك تزور طبيب، يعني تزور طبيب. طب بعض منكم زورتوا طبيب ومفيش فايدة. بص، لان البعض منكم اصلا هو مرتبط يعني الشيء ده مرتبط منكم بحسد، وبنسبة كبيرة بقى، مش بنسبة قليلة، لا بنسبة كبيرة بقى سحرية يا جماعة. هو اللي كل ما بيجي يتجدد ليك بيحصل وجع في الظهر، كل ما بيجي يتجدد بيحصل وجع في الظهر، وجع شديد شديد. فهنا انت كمان بتحس ان في حاجة مش طبيعية، في حاجة مش طبيعية هي بتجيلك كل فين وفين. طب البعض منكم مش شرط انه تكون بيتجدد، ولكن هو اثار السحر ده هو اللي مأثر عليك من ناحية ظهرك. ده طبعا الكلام للبعض لو من ناحية سحر، ولكن بعض منكم لأ، محتاج بالفعل تزور طبيب. تمام. تمام، في شيء تجميلي انت فيه، او انك هتكون فيه، او عملته تجميلي، زي مثلا وجه، شيء في الوجه، اسنان،
شفايف، حاجة زي كده يعني، فيها تجميل. في شيء زي ده انتم فيه. طاقتك بتقولك انتبه من الجدال وسوء الفهم الفترة دي، يعني ما يبقاش في جدال وسوء فهم دايما. تمام، انتبهوا من ان يكون في سوء فهم منك او من الاخرين بسبب تصرفاتك، او انتبه بالفعل من الجدال. مش انا اللي بقول ابدا. الطاقة مكالمة جاتلك ولا لسه؟ هي في مكالمة جاتلك، ويمكن يكون ان للبعض منكم كانت يوم جمعة، او انها تجيلك يوم جمعة. فايه، فهي في العموم هتكون خبر انت هتسمعه من المكالمة، او احتمال تكون من رسالة يعني. خبر حلو، هيسعدكم، هيفرحكم، او ساعدكم وفرحكم. بس هي حاجة هتتبسطوا بيها، هتفرحوا فيها، هتكون ايجابية بالنسبة لكم يوم جمعة، او انها هتكون يوم جمعة. تمام، يعني حصلت او انها هتحصل يا جماعة. طيب، في هنا يعني حاجة هتكون فيها شراكة، بس عارفين مش شراكة. عارفين مثلا لما يكون حد، هي مش بنفس اللي انا هقوله بالظبط، بس عارفين لما يكون حد مثلا شريك بمجهود، والتاني بالفلوس، او ان يكون بالمكان والتاني بالشغل، او ان مجهود، يعني فاهمين، مشاركة بحاجة وحاجة. المشاركة دي مش شايفاها انها يعني انت حطيت والتاني حط نفس الموضوع، لا، شايفاها ان يعني حد في اتجاه والتاني في اتجاه اخر، بس فيها مشاركة. بس انت خايف انها تكون بشكل مؤقت، او انك هتخاف انها تكون بشكل مؤقت، بس مش خايف اوي يعني، عادي، مش فارقة معاك. انت كل اللي انت يعني كل اللي انت بتفكر فيه اني مش مشكلة. ده تفكيرك في انك مش مشكلة. انت دايما بتبص في الوقت الحالي، ايه انا محتاج، ايه، واحد اتنين، خلاص بقى، مش باصص لورا، مش باصص لقدام ايه اللي ممكن يحصل. انت بتشوف ايه وقتك دلوقتي محتاج ايه وبتعمله. ده تفكيرك، تفكير اغلبية البعض منكم كده. يعني مثلا ان دلوقتي مش حاطط النقط على الحروف، ولا لا، انت بتبقى شايف ايه، طب انا دلوقتي شايف ان في مصلحتي كده حاليا، مش مشكلة بقى لو قدام ايه اللي حصل. فشايفة ان ده كده، وده تسرع منك. طب هو غلط يعني؟ هو غلط في العموم، يعني في انك انت ما بتحطش نقط على الحروف، او انك انت تكون باصص لقدام، او بس اللي انا شايفاه حاليا يعني انت مستفاد برضو، يعني في استفادة منك، مش انك انت هيحصل ندم او حاجة، لا، فيها استفادة. تمام، بس انا شايفة لغاية الوقت الحالي انها بشكل مؤقت، حاليا يعني بشكل مؤقت، ولكن ما اعرفش ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية ان شاء الله. بعضكم الفترة دي في ركود، الفترة اللي جاية لا، يعني الفترة دي في ركود عند البعض، او كان في ركود عند البعض، ولكن الفترة اللي جاية هيكون في دخل كويس، في مبلغ مادي حلو، داخل على مشروع، او ربح هيزيد، او مشروع اضافي، او حاجة كده كويسة من ناحية المال. وصلت لك او انها هتوصل لك مبادرة قريب من شريككم خلال اشارة واحدة. الاشارة دي يعني يوم، شهر، مش اكتر من كده يعني. وبكده انا خلصت قراءتكم، اتمنى لكم كل خير وسعاده وهنا. منتظره بقى منكم اللايك بتاعكم يا جماعه، بحبكم كتير وبحبكم جدا جدا جدا. باي باي. ما تنسونيش اكتبوا تحت الاسئله بتاعتكم، وان شاء الله برد عليها في اقرب وقت. بحبكم جدا. باي باي حبايبي.